السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آم، النهارده فيديو بقى، بصوا يعني فيديو من الاخر لكل عشاق الاكله الجباره الجميله دي. طبعا انتوا عارفين في ناس كتيره بتعشق اكله الرنجه والملوحه او الفسيخ، فهي اكله بجد يعني. انا عن نفسي مش بقاومها خالص خالص، فانا حبيت كده اشارككم معايا النهارده في الغدا ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني باشتراكك الجميل، وما تنسيش لايك وشير. يلا نبدأ معانا الفيديو. جبت معانا هنا الحاجة بتاعتنا، بس قبل ما أبدأ أي حاجة جبت كده مفرش وقصيته على قد الرخامة. عشان طبعا انتوا عارفين بجد الحاجات دي بتعمل ريحة زفارة شديدة جدا. قصيته كده وفرشته على قد الرخامة بس انتوا عارفين، بصوا الهوا ده انا كنت مشغله المروحه، لاني طبعا يعني انتوا عارفين الجو ده يعني بجد يعني حاجه صعبه. ربنا يا رب يعيننا على اليومين دول. جبت المروحه معايا هنا في المطبخ، لاني قلت هقف حبه حلوين كده، فانا طبعا مش هتحمل ان انا اقف كده في الحر ده. دخلتها معايا هنا كده، وهي اللي كانت بتطير المفرش ده، بس انا ثبته الحمد لله بحبه ميه. مفيش حاجه بتقف قدامنا والله الحمد. جبت هنا كده الحاجه بتاعتي، وبدات بقى ان انا اطلعها من الاكياس بتاعتها. بصوا لما تاخدوا بالكم في الاكلات اللي زي دي بالذات، وتحافظوا بجد على نظافة المكان اللي انتوا بتعملوا فيه. بجد ما بيخليش ريحة زفارة في البيت او في المكان اللي انتوا واقفة فيه. اول باول بتشيلي الحاجة كده وتشيليها في كيس لوحدها كده. جبت هنا بقى معايا الرنجة. كانت الرنجة دي جميلة جدا، اللي هي ليها بطروخ ناشف. يعني لما تروحوا تشتروها كده تقولوا لصاحب المحل انا عايزاها بطروخ ناشف مش طري. ده اللي بيحبوا يعني البطاريخ وكده. انا من ضمن الناس اللي انا بحب البطاريخ جدا جدا. يعني انا اوقات بروح اسال على بطاريخ كده لوحدها من غير رنجة، لان انا بحبها جدا. جبت بقى الرنجة بسم الله ما شاء الله، كانت معايا يعني طعمها حلو جدا، ما هيش حادقة قوي. لا طعمها مظبوط وكانت جامدة بالطريقة دي برضو، مش مهرية. لان تاخدوا بالكم ان في رنجة بتبقى طرية جدا وتحسوا ان لحمها مهري من جوه. فانا الحمد لله جبتها حلوة كده بألف هنا وشفا زي ما انتم شايفين. بدأت بقى ان انا اسلخ الجلد بتاعها. ما حبيتش بصراحة ان انا احطها على النار، مع ان انا بحب طعمها جدا مشوي على النار. بتمسكوا الرنجية كده وتمشوها على النار من فوق. دي كده الرنجة المشوية اللي هي بتتشوي على النار من فوق، لكن بصراحة بتعمل ريحة جامدة اوي في البيت. فانا ما حبيتش بقى الخطوة دي، فانا قلت اسلخها كده وخلاص. هي ما بتغيرش من طعمها طبعا الشوي ده، غير في الريحة بس، لكن هو طعمها هو هو. فانا فضلت ان انا اعملها كده النهاردة. بدأت بقى ان انا اخلي فيها بالطريقة دي. الطريقة دي مش بتخلي شوك خالص في الرنجة. جبت معايا البطاريخ، طلعت الحمد لله ناشفة، لان اوقات بتبقى البطاريخ بتاعتها اللي هي الناعمة دي، فانا بفضل بصراحة البطاريخ الخشنة دي اللي هي بتقرمش شوية. بس كده. بصوا هوريكم تاني اهو للبنات اللي مش بتعرف تخلي الرنجة. هعملها مرة كمان اهي قدامكم. بصوا بتطلعوا الراس الاول والديل بتقطعوهم كده، واللي هو الزعانف بتاعتها، وتبتدوا بقى تطلعوا بالراحة كده الجلدة بتاعتها، وتشدوها بالطريقة دي برضو بالراحة. هتلاقوها بصوا طلعت معاكم بكل سهولة. ولو اتقطعت منكم مش مشكلة، طلعوا طرف تاني هتلاقوها بصوا طلعت معاكم بكل سهولة اهي. بتتقطع معايا، ومع ذلك برضو بطلعها، ما بيطلعش فيها اي لحم خالص من الرنجة. شايفين بصوا طبعا بيبقى فيه بقى حاجات كده في البطن. طبعا لو ما تخلصوا كده الخلي بتاعها، لو حابين تشطفوها تحت الحنفية. لو الرنجة ماسكة نفسها ومش طرية ممكن تدوها شطفة. لو هي نضيفة خلاص مش مستاهلة. اهي بالطريقة دي كده. هخلي بقى الرنجة كلها معايا، وكمان البطاريخة اهي بتطلع بكل سهولة ونضيفة جدا. بتطلع زي ما انتم شايفين اهي، مش مستاهلة غسيل ولا اي حاجة. بدأت تبصوا كل حاجة ألمها على طول بحطها في الكيس بتاعها. كده خلصت الرنجة كلها معايا بسم الله ما شاء الله. طعمها بجد انا كنت طول ما انا واقفة كده عمالة ادوق كده، وزي التفصة كده مش ساكتة. جبت بقى البطل بتاعنا ده الجميل، اللي انا بس مجرد كده بشم الريحه من بعيد مش قادره اقول لكم ايه اللي بيحصل لي. بعشق الاكله دي بجد بجد، مع ان هي غلط عليا جدا، لان انا
يعني ربنا يشفيني ويشفيكوا كده مريض الضغط. يعني المفروض اصلا الاكلات دي اعدي عليها كده بس كده كل سنة مرة، بس انا لو هقدر اكلها كل يوم طبعا مش هتأخر. الاكلة دي جميلة جدا. بدأت بقى بصوا القشر بتاعها لما ناخده بالعكس بيتنطور معانا في كل حتة، فانا بدأت بالراحة كده ان انا اخده معايا على نفس مستوى القشر كده بالراحة، وبعد كده بدأت اهو اخده بالعكس. نطفت معايا الحمد لله. هبتدي بقى اشيل الراس والزعانف بتاعتها، وشطفتها شطفة بسيطة عشان القشر اللي كان فيها ده. بصوا بطنها زي القشطة من جوه ما شاء الله، وطعمها برضو كان جميل جدا. برضو بصوا زي الزبدة ازاي، ولحمها كده كان مزبت جميلة جدا وريحتها بجد جميلة، ما خلتش فيه ريحة خالص في المطبخ. لان ريحتها بجد بتبقى فواحة اوي الحاجات اللي زي كده. بس طبعا بعد ما بنخلص بنولع بخور، بنعمل بنحاول نغسل بقى اي حاجة مكانها، ما بيبقاش فيه ريحة خالص في البيت. بص انا عمالة بقى ان انا بنضف واكل انضف واكل، مش حارمة نفسي حاجة من حاجة خالص. جبت بقى المفرش بتاعي بعد ما خلصت خالص وخلصت تنظيفها، جبت المفرش وحطيته في الكيس وربطته في كيس تاني عشان الزفارة وكده. وجبت بقى معايا كنت محضرة الليمون والزيت والشطة. طبعا الرنجة ممكن تعملوها بالطماطم، ممكن تعملوها سلطة، ممكن تعملوها بطماطم مسبكة زي ما انتوا عايزين. انا فضلتها كده النهاردة يعني قلت خفيفة كده وسهلة بسرعة على طول على طول. والفسيخ برضو رشيت عليهم كده حبة الزيت والشطة. طبعا برضو ممكن تقطعوا عليها فلفل اخضر حامي. انا ما حبيتش ان انا اقطع عليه فلفل اخضر عشان ولادي ما بيحبوش الشطه. فانا اكتفيت بس بشطه كده بسيطه. وجبت الليمون بقى بتاعي كنت يعني الليمون بقى ده يعني اكتر حاجه اقول لكم تزودوها في الاكلات دي، لان بجد هي الاكلات دي روحها الليمون. بتديله طعم حلو قوي. وكمان لو حبة خل صغيرين، يعني لو كل طبق من دول كده تحطوا عليه معلقة واحدة بس خل. انا بعمل كده بيدي برضو طعم جميل جدا للملوحة والرنجة. بدأت بقى ان انا اعصر الليمون كده عليهم. بصوا يعني انا كنت بعمل الحاجة وبسرعة بسرعة كده عشان بجد يعني كنت عايزة امسك الاطباق دي انسفها مرة واحدة. في ناس مش عارفة يعني ما مش بتحب الاكلات دي ازاي بتقدر ان هي ما تاكلهاش او ما تشتاقش ليها، بس عامة هي اذواق عادي. يعني احنا في اكلات برضو مش بنحبها وغيرنا بيحبها. جبت الليمون كده، وممكن تزينوا بقى زي ما انتوا عايزين، تحطوا بقى الزينة اللي انتوا عايزينها. بس انا اكتفيت بس كده بالشكل ده، شكل خفيف كده وجميل. وكده كانت الرنجة والفسيخ بتاعه خالصين. ممكن برضو تقطعوها زي ما انا هوريكم كده. تقطعوا مكعبات الرنجة والفسيخ كمان، وتقطعوا كده بصل بالطريقة دي. طبعا انتوا عارفين البصل مش قوانه البصل الاخضر، فالبصل الناشف برضو مش هيقول لا، وهيبقى طعمه جميل جدا. رشيت حبة خل. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وسلام.